ما كاين شي واحد فينا ما عمرو سمع بموتور سيزي. كاينين بزاف ديال الناس اللي كيتسائلوا شنو هما الموتور سيزي وكيفاش ممكن نشريهم وشنو هما الاجراءات اللي لازمني نديرهم باش ما نتصيدش. اليوم في هذا الفيديو غنشرح لكم هذا الموضوع بالمزيان ونوضح لكم كل شيء. دونك الا كنتي اول مره كتشوفني تابونا ودير لايك باش نزيدوا بهذا المحتوى القدام. معكم شاك رايدر ويلا نبداو. اول حاجه شنو هو السيزي؟ السيزي هو كل منتج كيتم الحجز عليه من طرف السلطات وكيفوت المده ديال التسويه ديالو. هذا المنتج ممكن يكون عقار، كيف ايضا ممكن يكون اثاث او مركبه بحال الشكل ديال السياره او دراجه ناريه. هاد الدراجات الناريه اللي كيكونوا في السيزي كيفوتوا واحد المده معينه واللي كتراوح بين 2 إلى 5 سنوات. موراها مباشره كيتم المزايده عليها من طرف الناس صحاب الشكاره، على سبيل المثال البياعه والشرايه. وبالنسبه للعمليه فهي كتسمى بالمزاد العلني. المزاد العلني هو مزايده كتتم في واحد التاريخ محدد وكيحضروا ليه غير الناس المعنيين، وعلى سبيل المثال اصحاب الشكاره تما كيبداو يتزايدوا في الثمن، واللي يعطى اكثر في الثمن فهو اللي كياخذ الصفقه. باش تعرف امتى التاريخ ديال المزاد العلني كيخصك تكون على استعداد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال الجرائد الاخباريه، او تكون على قرابه من العماله او الاداره المعنيه. وحتى لدابا عرفنا شنو هو المزاد العلني وكيفاش كيتم. الان غنشوفوا النوع الماطر اللي كيتباعوا في هذا المزاد وشنو هي الاجراءات واللي واجب دير باش تشري السياره او دراجه ناريه. بالنسبه للماطر اللي كيتباعوا في المزاد فهما نوعين. كاينين الماطر اللي كيكونوا فيهم مشاكل تقنيه وصعيب يرجعوا خدمه، وهادو كيتم تشويه الشاسي ديالهم وكيتباعوا على اساس بياس وكيتسمى ماطر سيزي لافيراي. والنوع الثاني واللي هو الماطر اللي كيكونوا مازالين خدامين وكيكون المشكل ديال الشدان ديالهم من الاول هو الاوراق، مثال عدم التامين او شي حاجه بحال هكا. هادو كيتباعوا على اساس سيزي رولاج وكيكون عندهم واحد المده معينه باش تعاود ليهم الاوراق. نتايا شنو هي الاجراءات اللي لازمني ندير باش نطلع الاوراق الموتور سيزي؟ باش تصاوب الاوراق الموتور كيلزمك تتبع هاد المراحل اللي غنقول لك. ونبداو باول حاجه واللي هي كتمشي للسيرفيس ديميل وكدي دوسي اللي شريتيه به الموتور، وراها كتمشي تجمع بعض الاوراق واللي هما لي سيرفيس ديميل هو اللي كيحددهم لك. وراها كتمشي تجمعهم وتدفعهم من السيرفيس ديميل نيت، وفي انتظار خروج البطاقه الرماديه. وراها ملي كتخرج لك البطاقه الرماديه فانت كتقدر تسوري الموتور او تقدر تبيعه او اي حاجه اخرى. بالنسبه لنوعيه الترقيم في الموتور كبار فكيكونوا على هذا الشكل، بحيث في خانه الترقيم السابق كيكون فيب واللي كتعني فون اون شير بيبليك، وكيكون ليغال 100% داخل المغرب الا انك ما تقدرش تخرج به على برا. كاين هذا الفيديو ديال مول الموتور رحمه الله كيوضح هذا الشيء. كاينه صون واحده اخرى ديال السيزي. الموتور دخل تشد اما مسروق يا اما مشفور يا اما تحجز عليه لسبب معين، المهم ما كيهمناش حنا الاسباب. ملي كدوز واحد المده كيخرج داك الموتور يتباعو. الموتورات اللي عندهم النوامر ديال الشاسي باقي مبينين كيخرجوا يبيعوهم. الموتور اللي ما عندهمش نوامر كيبانو كيخرجوهم من لاكاس ولا كيخرجوهم يتباعوا بياس. هاد الموتور اللي كيخرج تبع السيزي سواء البلديه ولا ديال الديوانه هنا كتكون اما فيه صون واما في او بي. في او بي اش كتعني فونت اون انشير بيبليك، يعني بيع في المزاد العلني. هذه راه باينه. هنا كيكون عندك الموتور ديالك بالكارت كريس فيه الترقيم سابق صون، حيت كيتلغى له الترقيم السابق اللي كان عنده قبل ما يتحجز وكيتعطى له ترقيم سابق جديد كما قلنا صون ولا في او بي باش كيتباع في المزاد العلني. هادو راه يمكن لك تعرفهم نيشان، راه كتكون مكتوبه فيه في الكارت كريس صون ولا في او بي. اذا بالنسبه لهاد الحالات هادو بجوج باش غتفرق انت ما بين موتور داخل جديد مشري على برا جديد او لا تباع في السيزي. هنا يا اما كتكون عنده شهاده كتثبت بان هاد الموتور هذا الديوانه، اما شهاده كتثبت بلي انه تباع في المزاد العلني. ما كانش عنده هاد الشواهد هادو، هنا كنرجعوا للتاريخ. كان تاريخ جديد هاد الموتور هذا يعني دخل جديد والديوانه جديد، يعني واحد المده كما قلت لكم ما كتفوتش داك 3 شهور راه دخل جديد والديوانه جديد. كانت المده طويله
يعني كنعرفوا نيشان باللي انه تباع في السيزي. هاد جوج الحالات هاد. دونك الاخوان، رغم هذا الشرح اللي قدمت لكم ورغم هذا الشيء كامل، من الاحسن فاش تبغيو تشريو موتور تجنبوا تاخذوا سيزي او الصون. كل ما كان الموتور ترقيم سابق او جديد كل ما كان احسن، والسبب هو ممكن تشريو موتور سيزي دوسي وما تكملش لكم الاجراءات ديال الاوراق ويحل فيكم هكاك دوسي. الا كان كيف قلت لكم كاينه واحد لاضات محدده وباش تصاوبوا لي الاوراق، فانتم لفتوا هذيك لاضات ما بقاش الموتور يتصاوبوا ليه له اوراق. وفي الختام، الموتور سيزي هما الموتور زوينين وقانونيين، ولكن الا كنتو غتشريوهم خارجه اليوم الكارت غريز. اما الدوسي ما نصحكمش الا بغيتو بياس. والحمد لله الشينوا ولات كتخرج لنا موتور سيلندري كبير بثمن زوين. كاين هذا الفيديو كندوي فيه على تطور الدراجات الصينيه، دخل تفرج فيه.